السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الفل والياسمين على أحلى متابعين في الدنيا. لو نفسك تعملي بسكويت وما عندكيش مكنة أو مستسهلة وعايزة كده حاجة كده بسرعة، فبكيس الحلواني النهاردة هنعمل أحلى بسكويت وبكذا شكل وببلبلة واحدة. هتدينا كل الأشكال اللي احنا شايفينها ديت. ما شاء الله، عايزة أقول لكم أشكاله كتيرة، والبسكويت طالع من جوه هش وخطير زي ما احنا شايفين كده. اسهل واحسن واطعم من كده ان شاء الله مش هتلاقي. شايفين قد ايه البسكويت معايا هش وجميل؟ النهارده ان شاء الله نعمله بكل سهوله. بس في الاول عشان نشوف الطريقه نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. هجيب الطبق اللي هعمل فيه، ومعايا هنا كوبايه من السكر البودر، ضروري يبقى بودر. واحط عليه هنا كوبايه من السمنه، والسمنه لازم تكون بدرجه حراره المطبخ، يعني ما ينفعش يكون سايحه. لو سايحه دخليها عندك في التلاجة 10 دقايق. انا عايزاها ما بين الجامده وما بين السايحه وسط. هبدأ بمضرب الكهربائي كده أو بإيدك. هتبدأي إن أنت تضربيهم، وهنزل عليهم ببيضتين. طبعا ضروري لما أضربهم يبقى الخليط عندي فاتح زي ما احنا شايفينه كده. هنزل بالبيضتين، وطبعا ما دام حطينا بيض لازم نحط عليه فانيليا. هحط عليه 2 باكت فانيليا، وهبدأ إن أنا أضربهم تاني كويس جدا. طبعا المرحلة ديت ضرورية جدا إن أضربهم كويس، لأن الضرب الأولاني دوت هو اللي بيخلي البسكويت معاكي يطلع هش جميل جدا. طبعا لو بتعمليه على ايدك مش بمضرب كهربائي فهياخد معاكي وقت اطول، بس ان شاء الله النتيجة برضو هتكون كويسة. انا كده خلاص كده ضربته. هلم معايا الحروف، وهبدأ انزل معايا بالدقيق. الدقيق معايا هنا قد ايه؟ معايا 3 كوبايات من الدقيق. وطبعا الدقيق انا نخلاه كويس علشان برضو يخلي معايا البسكويت هش اكتر. هبدأ اقلبه كده زي ما احنا شايفين، وبعد كده هنزل بايدي بقى وهبدأ ان انا الم المكونات. اول ما احس ان الدقيق معايا اختفى في المكونات، هبدأ ان انا الم معايا العجين بلبن. طبعا يفضل لبن، عشان المية ممكن تنشف معاكي البسكويتة شوية. ما خدش معايا لبن كتير، خد معايا في حدود اقل من نص كوباية كده بشوية. طبعا الدقيق طبعا بيختلف من دقيق لدقيق. فانت هيكون معاكي كده مثلا الكوباية، وتحطي مثلا معلقتين معلقتين لغاية لما تحسي معاكي ان الخليط بدأ ان هو يمسك نفسه. زي ما احنا شايفين كده. انا طبعا كنت نسيت مع الدقيق احط البيكنج باودر. انا هنا هحط نص كيس بيكنج باودر مع رشة ملح خفيفة قوي. طبعا الملح ايوه في البسكويت ضروري، لان في اي معجنات او مخبوزات ذرة الملح دي بتعمل تعادل في الطعم. انا هنا لميت معايا المكونات زي ما احنا شايفين كده. طبعا البسكويت بتحس ان هو سايح في ايدك كده شوية، لكن لو مسكتيه بالايد التانية النظيفة هتحسي ان البسكويت مش ملزق فيها. انا دلوقتي هلم معايا عجينة البسكويت. طبعا البسكويت ما بيتسابش يتريح ولا اي حاجة، بنشتغل بيه كده على طول. بس انتي لو في الشتاء هتشتغلي على طول بيه، لو في الصيف هتحطيه معاكي في التلاجة كده بعد ما تلبسيه كده كيس وتغطيه كويس في التلاجة معاكي نص ساعة. جبت كيس الحلواني، ومن جوه كده بفرشة مدهونة كده زيت قليل خالص. هبدأ ان انا من جوه الكيس هديله دهنة من الزيت، علشان لما اجي انزل معايا الخليط بتاع البسكويت يكون سهل معايا. وهقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهبدأ بقى بأي بلبلة هتعجبك هتبدأي تحطيها وتدوسي عليها كده بالراحة من فوق. هتنزل معاكي بالشكل اللي انت عايزاه. انا هنا حاطه البلبله بتاعت بلح الشام. طبعا العجينه بتبقى تقيله طبعا شويه في كيس الحلواني، لكن في الاخر اهم حاجه النتيجه. انا كده خلصت اول شكل زي ما احنا شايفين كده، عامل زي شكل الورده معايا. ممكن اعمل معاه شكل تاني، هعمل شكل البسكويتة اللي احنا متعودين عليها. طبعا انا هنا نزلت شكل البسكويت زي ما احنا شايفين كده، وانتي بتنزليه بتحس ان هو عامل معاكي زي بلح الشام مدور. لكن البسكويت لما بيخش في الفرن بيريح، فبيطلع معاكي بالشكل المبطط اللي احنا متعودين عليه. ده شكل تالت، شكل الوردة هعملها مدورة زي ما احنا شايفين كده. طبعا بنفس البلبلة هتلاقي نفسك عملتي اشكال كتيرة جدا، تقدري تفنني زي ما انت عايزة. وطبعا زي ما احنا شايفين كده ان كيس الحلواني ما بياخدش منك مجهود زي المكنة، وتربطي المكنة وتحطي العجين وحد يدور وجع قلب. لا، اسهل من كده ما فيش. انا هنا دلوقتي بكمل معايا بقية العجين. طبعا زي ما احنا شايفين الشكل بسم الله ما شاء الله حاجة روعة. انا كده خلاص خلصت الكمية بتاعتي، طلعوا بالاشكال الحلوة اللي احنا شايفينها ديت. هسخن دلوقتي الفرن عندي على درجة حرارة 180 على الرف اللي في النص. هحط البسكويت وهتابعه، لان البسكويت ما بياخدش وقت طويل. حسب الفرن بتاعك هياخد في حدود ربع ساعة، ممكن اقل حاجة خفيفة، ممكن ازيد حاجة خفيفة. تتابعي الفرن بتاعك لغاية لما ياخد اللون اللي انت عايزاه.
طبعا بيخش الفرن على طول، ما بنسيبوش يريح ولا اي حاجه من الحاجات دي كلها. طلع معانا بالشكل دوت، بسم الله ما شاء الله، حاجه تفتح النفس. عايزه اقول لكم الريحه بقى فظيعه، بسم الله ما شاء الله. طبعا تقدروا تزودوا، بدل تبدلوا اللبن بعصير برتقان، يبقى معاكم بسكويت برتقان. بسم الله ما شاء الله، عايزه اقول لكم الريحه خطيره. ده شكل، والشكل التاني اللي احنا شايفينه اللي عامل زي الوردة، عايزة اقول لكم حاجة روعة، والتسوية جميلة. طبعا انا بحب اخليه كده محمر شوية عشان بيدي طعم كده واحنا بنبله. لو انت حابة تخليه افتح من كده فليكي طبعا مطلق الحرية. زي ما احنا شايفين النتيجة، بسم الله ما شاء الله، حاجة فعلا جميلة جدا. زي ما احنا شايفين اللون عامل ازاي. ادي اول شكل معانا، عامل زي شكل كده صدفة القوقعة، جميل جدا. وادي الشكل التاني عامل زي رسمة الوردة. وعملنا الشكل المدور، وعملنا كمان الشكل اللي متعودين عليه، المبطط المفرود. وزي ما احنا شايفين اللي هو الشكل اللي كان معانا مدور في الصاج، طلع معانا مبطط زي ما احنا عايزينه بالظبط. نشوفه بقى من جوه عامل ازاي. ما شاء الله، طبعا واضح جدا اللي هو هش معايا. شايفين قد ايه ناعم معايا البسكويت، خطير خطير خطير، ومن جوه فاتح وجميل. طبعا اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس علشان يصلكوا كل جديد مني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.